رقصت وهي سكرانة في مالها ليلي، بنتها غضبانة عليها، جرح جديد في حياة مطربة آية ليل. تطورات كتير حصلت للمطربة الشهيرة شيرين عبد الوهاب في الساعات الأخيرة، بدأت بظهورها اللي وصف بأنه غير لائق وهي بترقص بشكل مثير وبتقبل زوجها حسام حبيب في مالها ليلي في حضور بعض أصدقائهم. شيرين ظهرت في مقطع فيديو تم تداوله بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي وهي بترقص في بيروت مع زوجها حسام حبيب، وكانت معاها بنتها مريم. كانت شيرين بترقص على الكرسي على أغنيتها الشهيرة آية ليل. ناس كتير شافوا ان ظهور شيرين بالشكل ده كان ليه معنى واحد، وهو انها ما كانتش في وعيها، او بمعنى تاني شيرين كانت سكرانة، خاصة الحركات المثيرة والجريئة اللي عملتها قدام بنتها. بنت شيرين واضح انها ما كانتش راضية ابدا عن المشهد اللي بتشوفه، الدليل على كده انها كانت واقفة ساكتة ومش بتتحرك ومش بتسقف زي بقية الاشخاص اللي كانوا حاضرين. بالتزامن مع كده توقعت خبيرة التاروت الشهيرة بسنت يوسف ان في ازمة هتحصل بين شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب. الازمة دي هتكون في السر ومش هيتم اعلانها في وسائل الاعلام زي ما اتعودوا قبل كده. فجرت كمان بسنت مفاجأة مدوية لما قالت ان في جرح هيظهر في حياة شيرين عبد الوهاب هتعاني منه في 2023، لكنها ما قالتش ايه نوع الجرح اللي هتمر بيه شيرين.